هناك بعض اللعيبه المصابه او بعض اللعيبه اللي موجوده لو كانت موجوده وكانت بتأدي نفس الاداء، يعني مثلا زي احمد حجازي احد العناصر اللي كانت موجوده، لو كان موجود وكان بيلعب كان هيبقى ليه مشاركه. زي ما قلت لك في ناس انا ما جبتهاش من اللعيبه المحترفين عشان ادي فرصه لبعض الناس الثانيه زي كهربا وزي احمد حسن كوكا وزي صلاح ممكن يكونوا معايا في المعسكر اللي جاي، زي عماد متعب لما يقدم ويرجع تاني ويرجع باصابته مش هيبقى عندي مشكله معاه. في لعيبه كتيره مش جبانه لما يرجع يلعب ويشارك في المباريات ويشارك تاني بنفس القوه اللي كان بيشارك فيها. الى الان شيكابالا من مباريات الكاس ما شاركش في اي مباراه خالص، لما يرجع ويشارك هيبقى ليه مكان في المنتخب كلاعب محترف موجود. عندي عناصر كتيره، انا مش عايز انا مش عايز انسى اسامي ناس عشان ما ابقاش خصيت ناس موجوده، لكن صدقني مفيش منتخب مصر مش هيبقى حكر على حد. اي حد بيقدم منتخب مصر هيبقى ليه مكان في منتخب مصر. بص موضوع وائل جمعه يا جماعه، موضوع وائل جمعه كان احد اللعيبه اللي موجودين معانا. وائل جمعه ادى مصر كتير جدا 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 جدا. وائل جمعه انا كنت حاطط وائل جمعه من ضمن الناس اللي موجوده معايا من ضمن ال 30 لعيب اللي كانوا في التاشيره. كنت ارغب ان وائل جمعه يكمل معايا هذا المشوار لحد هذه البطوله. اعلان وائل جمعه الاعتزال الدولي يعني معنى كده ان في نهايه الموسم ده وائل هيعتزل. انا عندي الماتشات الرسميه اللي هلعبها هلعب في شهر 9 وشهر 10 وشهر. وائل جمعه لابد ان يكرر، لان وائل جمعه احد النجوم اللي ادت لبلادها كتير جدا 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 جدا. ما كانش ليه مشاكل خالص. كل البطولات اللي حصلت عليها مصر شارك فيها. معظم البطولات اللي حصل عليها النادي الاهلي حصل عليها. كنت اتمنى انه يكمل معايا المرحله دي. لكن انا لو جبت وائل النهارده واشركت في هذه المباراه ومباراه شهر 6 وائل بعد كده يعمل التزام. طب في شهر 9 و10 و11 هلاعب مين؟ عشان كده ده الموقف بتاع وائل. انا كنت اتمنى ان وائل يجي معايا وكنت اتمنى يجي حتى وائل معايا يلعب المباراه ويبقى ده تكريم لوائل جمعه. يعني تكريم لوائل جمعه انه بطل في مباراه دوليه، كنت اتمنى ذلك لكن ما حصلش.